السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ داليا. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض وصفة من أروع وألذ وأهش المعجنات اللي ممكن تعمليها في حياتك. ما بين كده يا جماعة السينابون، ما بين كده الشريك، يعني حاجة كده جميلة. وكمان إن شاء الله هنعملها النهاردة كمان بدون عجن. وشايفين بقى العجينة بتاعتها هشة وقطنية، وكمان مكوناتها موجودة في كل بيت. شايفين شكلها عامل ازاي يا جماعة؟ بجد بعد الوصفة دي هتبقى كده أستاذة في المعجنات. لو ما بتعرفيش تعملي أي معجنات هتخشي تعمليها بكل سهولة. وقبل ما ندخل على الطريقة، يا ريت تعملي لي لايك واشتراك في القناة. ويلا بينا نسمي الله، صلى على الرسول، ونشوف معنا ايه. اول حاجة معايا هنا بقى الطبق اللي هعجن فيه. هحط فيه يا جماعة كده كوباية من الحليب السخن، وكمان نص كوباية من المية. هحط كمان هنا 3 معالق من السكر، 3 معالق كبار كده من السكر. عندي كمان معلقة من الخميرة، وعندي كمان هنا هحط بياض البيضة، والصفار هشيله على جنب علشان هندهن بيه وش الفطاير بتاعتنا. نزلت كده ببياض البيضة بتاعتنا. عندي كمان هنا معلقة خل، طبعا الخل بيكون محسن لأي معجنات بنعملها. هخلط بقى يا جماعة واقلب كويس كده. كوباية اللبن ونص كوباية المية، 3 معالق كبار سكر، معلقة خميرة ومعلقة الخل. هقلبهم كويس مع بياض البيضة اللي حطيناها لحد كده ما ادوب السكر كويس، وكمان الخميرة تبدأ تشتغل معايا بالشكل ده كده. بعد كده عندي كمان هنا 5 كوبايات من الدقيق. هنزل كده شوية بشوية. وبعدين بقى معايا كمان هنا رشة الملح او ربع معلقة صغيرة من الملح. وعندي كمان هنا نص كوباية من الزبدة. ممكن تبقى نص كوباية من الزبدة على زيت او سمنة على زيت او زبدة بس، يعني براحتك والمتوفر عندك اشتغلي بيه. هخلط بقى بالمعلقة، وزي ما بقولك احنا مش هنعجنها ولا اي حاجة، كله كده بلمه بالمعلقة. نزلت كده بشوية من الدقيق وعجنتهم كده بالمعلقة. وبعد كده يا جماعة هنزل بباقي الدقيق اللي عندي. وزي ما بقولك مقدار الدقيق كان عندي هنا 5 كوبايات من الدقيق. هلمه كده الاول بالمعلقة بتاعتي بالشكل ده كده يا جماعة اهو، لحد كده ما الم العجين بقى بتاعي كله والدقيق خلاص يختفي معايا. شايفين شكله كده؟ خلاص هبدأ المه بقى. يا دوبك بس بقى بعد ما لميته بلمه كده بالشكل ده كده بايديا، من غير بقى ما نزلتها على الرخامة وفضلت اعجن فيها 5 6 دقايق ولا اي حاجة. انا الاول لميتها بالمعلقة، وبعد كده لميتها بايديا بالشكل ده. هغطيها بقى واسيبها تخمر. وعلشان بقى بنخمر العجينة بتاعتنا بشغل الفرن بتاع البوتاجاز 5 دقايق وبطفي، وبعد كده بخرج العجينة بتكون اختمرت معايا بالشكل ده كده يا جماعة. هبدأ بقى اخرج منها الهواء بالشكل ده كده. بعد كده بقى هجيب كده شوية بقى من الدقيق على الرخامة، وشوية يكونوا حلوين، يعني شوية كده تملي كده الرخامة بتاعتك بالدقيق علشان لما اجي افرد العجينة ما تلزقش في الرخامة. هنزل بقى بالعجينة بتاعتي، وزي ما بقولك بقى شوية دقيق معتبرين كده، وهرش برضو رشة دقيق فوق العجينة بتاعتي اهو كده تمام. شايفين العجينة بتتفرد معايا ازاي؟ لانها طبعا اتعجنت كويس، يعني عجناها كده بالمعلقة، وكمان ريحناها بقى وسيبناها تخمر كويس. بعد كده بقى هجيب النشابة بتاعتي وهبدأ بقى افردها على شكل مستطيل، وهتتفرد بقى معاكي بكل سهولة عشان طبعا مرتاحة كويس معانا. هفردها بقى على شكل مستطيل بالشكل ده كده يا جماعة اهو كده تمام. كده خلاص فردت بقى العجينة بتاعتي. معايا هنا معلقتين من عسل النحل، لو ما عندكيش عسل نحل ممكن يبقى شربات الحلويات بالشكل ده كده. وهدهن نص العجينة بس. هبدأ بقى ادهن نص العجينة بمعلقتين العسل بالشكل ده. وزي ما بقولك لو مش عندك عسل ممكن تبقى شربات الحلويات، يعني اي معلقتين شربات هتعملي بيهم الوصفة بتاعتنا. خلاص انا دهنت كده نص العجينة بالشكل ده كده يا جماعة.
بعد كده بقى عندي هنا معلقتين كده من الكاكاو الخام، ويكون طعمه حلو علشان طبعا الفطاير بتاعتنا يكون طعمها حلو. ببدأ بقى اوزعهم كده على نص العجينة اللي احنا دهناه، يعني نص العجينة بس. علشان كده بقى احنا حطينا عسل الاول، علشان طبعا الكاكاو ده بيكون مر وما بيكونش مسكر. بعد كده عندي كمان شوية كده من السمسم المحمص، هحطهم كده فوق الكاكاو. شايفين بقى وصفتنا سهلة وبسيطة وما خدتش مننا اي وقت، وكمان مقاديرها موجودة عندنا في البيت. هاخد بقى نص العجينة ده وافرده بقى على النص الاولاني بالشكل ده كده يا جماعة، اهو كده تمام. اظن بقى موضح اهو. وزي ما بقولك ان احنا رشينا الاول كمية دقيق حلوة، علشان لما اجي اشيل العجينة كده ما تكونش لازقة في الرخامة ولا اي حاجة. خلاص بقى هبدأ برضو بالنشابة، وابدأ كده بس بقفل بس على العجينة بتاعتي الاول، وهبدأ افردها برضو فردة بسيطة كده بالنشابة بالشكل ده كده. شايفين؟ ما تقلقيش خالص لو طلع كاكاو او اي حاجة هنمسحها ونشتغل عادي خالص. بعد كده بقى جبت قطعت البيتزا بتاعتي او السكينة او اي حاجة، وببدأ اعمل كده ايه، يعني ايه خطوط طولية بالشكل ده. وعلى قد ما تقدري بقى خليهم يكونوا كلهم كده ايه سمك واحد بالشكل ده كده يا جماعة اهو، لحد بقى ما اخلصها كلها. يا ريت بقى لو وصلت لحد هنا ونسيتي تعملي لي لايك، يا ريت تعملي لي لايك وتكتبي لي كومنت حلو منك كده، عشان طبعا يا جماعة اللايك اللي بيرفع الفيديو ويخليه يتشاف. لكن لو انت اتفرجت على الفيديو من غير ما تعملي لايك، اليوتيوب مش بيقترح الفيديو خالص. اخدت كده اول شريطة كده من اللي احنا عملناها، وهبدأ الفها على شكل رول بالشكل ده. شايفين بقى يا جماعة سهلة ازاي؟ وكمان شغل المعجنات ده بيكون في الشتاء بقى حلو جدا جدا. تشغلي الفرن بقى وتعملي كده شوية معجنات كده تدفكي بالليل، بيكون طعمها حلو كده بالشكل ده كده. وطبعا بقى بخلص الكمية بتاعتي كلها بنفس الطريقة. بجيب بقى اول واحدة كده احنا لفيناها بالشكل ده كده، وبجيب الفتحة بتاعتها كده وبحطها تحت يا جماعة، بقفل عليها من تحت وبيكون كده شكلها. وطبعا بقى عندي هنا الصينية اللي هتدخل الفرن، برصهم بقى جنب بعض زي ما هنشوفها دلوقتي. شايفين؟ بجيب كده كل رول واقفله كويس، واجيب الفتحة كده من تحت اقفلها من تحت كويس. اظن بقى الفيديو يعني هو ايه موضح نفسه بالشكل ده. وبرص بقى الكمية بتاعتي كلها بنفس الطريقة. وزي ما بقولك بقى المعجنات ديت يعني ميكس كده ما بين الدوناتس الشريك، يعني السينابون، قصدي سينابون او شريك. جبت بقى الصاج بتاعي مش مدهون اي مادة دهنية خالص يا جماعة. وبعد كده بقى بسيب مسافة بين كل واحدة والتانية على بال بقى ما اخلص الكمية كلها بتاعتي بنفس الطريقة. شايفين بقى؟ خلصتها كلها بنفس الطريقة كده. هغطيها واسيبها برضو تخمر حوالي بس تلت ساعة كده، على بال ما تخمر معايا للمرة التانية. اهم حاجة لازم تخمر معانا للمرة التانية. شايفين بقى بعد ما تضاعف حجمها وخمرت معايا كده للمرة التانية بالشكل ده كده اهو. هجيب بقى صفار البيضة، حطت لها كده معلقة من الخل ومعلقة من اللبن وقلبتهم كويس مع بعض. وهبدأ بقى ادهن وش الفطاير بتاعتي بالشكل ده. ما انتش حابة برضو تدهنيها بصفار البيضة تحط البيضة كلها في العجينة، ممكن تجيبي شوية لبن عليهم معلقة سكر تقلبهم كويس مع بعض، او شوية مية وسكر وتدهنيها. اي حاجة متاحة عندك اشتغلي بيها. هدهنهم بقى كلهم كده بنفس الطريقة. وطبعا في الوقت ده بكون مشغلة الفرن على درجة حرارة 200، يعني اعلى درجة حرارة عندك. هدخل فيها المعجنات بتاعتنا دي، وبشغل من فوق ومن تحت مع بعض علشان يكونوا كده اخدوا لون واحد مع بعض. قعدت في الفرن حوالي يا جماعة يعني 20 دقيقة. واول ما بتخرج لازم بغطيها بفوطة علشان تبقى طرية معايا كده وترد من حرارة الفرن. شايفين شكلها عامل ازاي؟ اللهم بارك.
طرية، كانت طرية جدا، حلوة جدا. الحشوة كمان طعمها حلو جدا جدا من جوه. شايفين عاملة ازاي؟ وبروكوا كمان من جوه هشة، هشة خالص ازاي يا جماعة. الحشوة حلوة جدا. ان شاء الله كده تعمليها للولاد كده وهم قاعدين بالليل جنب كوباية شاي بحليب كده، او جنب كوباية شاي. ممكن تاكليها كده جنب كوباية نسكافيه. يعني في كل احوالها حلوة جدا جدا. يا رب بقى الوصفة تكون عجبتكم. ولو عجبتكم الوصفة بتاعتي يا ريت تعملي لي لايك واشتراك في القناة. اشوفكم على خير يا رب الفيديو اللي جاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.